ورجعنا بعد الفاصل. وبما ان تفاحتنا المصرية وكل تفاحة سواء صغيرة ولا كبيرة ليها علينا حق، وبما ان كل سنة وانتم طيبين، شهر رمضان عمال بيجري واحنا مش عايزينه يجري ابدا، احنا عايزينه يفضل موجود معانا على طول، بس هو ده حال دنيتنا. عموما احنا برضو مركزين قوي 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 ان احنا نلحق ونفهمك ونعرفك على أماكن حلوة كتير، أماكن مهمة كتير، أماكن ممكن تفيدك، سواء أنت طالبة في الجامعة، سواء أنت فرحك خلاص قريب، سواء عندك عزومات، العيد داخل علينا، الصيف داخل علينا بمشاكله، بان احنا بقى بنبقى حابين ان مكياجنا يبقى معانا على طول. طب ازاي اثبت المكياج ده؟ ازاي اركب شعره وما يبانش ان شعري ده متركب؟ ازاي احب نفسي؟ ازاي احب تفاصيلي؟ ازاي اورد خدودي؟ احنا فعلا ركزنا كويس قوي وبحثنا على السوشيال ميديا زي ما بيقولوا، وحقيقي حقيقي بنجيب لكم افضل ناس ممكن تفيدكم في كل سؤال انت ممكن تسأليه، وفي كل حاجة ممكن تفيدك. يعني مثلا الميك اب الدائم، تركيبات الشعر الدائمة، إزالة الوشم اللي ممكن يكون مضايقك سواء في حواجبك سواء في جسمك، آثار الجروح، لا قدر الله لو عندك جرح، لا قدر الله لو عندك حرق، ازاي انا ازيل الاثار دي وازاي ما بينش الجروح او الحروق. طبعا كل ده وكل التفاصيل المهمه قوي قوي دي، وانا عارفه ان انت قاعده دلوقتي ومستنيه تعرفي مين. احنا النهارده معانا خبير التجميل الدائم الاستاذ سامح اسكندر، صاحب ومؤسس باربي بيوتي سنتر، وكمان معانا خبير الشعر والتركيبات الاستاذ ايمن اسكندر، وهنجاوب على كل اسئلتك وكل حاجه محيراكي. ومساء الفل. مساء الفل. ازيك يا استاذ سامح؟ ازي حضرتك يا استاذ ايمن؟ الحمد لله. يمكن انتوا سمعتوا في المقدمه قد ايه الستات او التفاحات زي ما بنقول بيبقوا ملهوفين، ازاي انا اعمل مكياج حلو قوي، ازاي المكياج يقعد معايا اكبر فتره ممكنه، علشان خاطر سواء حتى فنانين، على مستوى الفنانين والفنانات. احنا دايما في التصوير بنحب اما نحط مكياج ما نفضلش كل شويه العرق بيطير، بالذات المنطقه دي تحت العين. ازاي اعمل مكياج يبان انه طبيعي ودائم في نفس الوقت؟ انت مش هتعملي حاجه، احنا أيوة. اللي هنقوم، احنا اللي هنعمل. احنا هنا بنقدم ميك اب دائم يفضل في وشك مش اقل من سنه ومش اكتر من 3 سنين. سنه؟ مش اقل من سنه ومش اكتر من 3 سنين. الله اكبر. دايما وشك يبقى منور، صاحيه من النوم، نايمه، واخده شاور، اي حاجه، حواجبك ما تتمسحش، توريد خدود، توريد شفايف، حاجه اسمها كاموفلاج، كل دوت حاجات حديثه جدا لو اتعملت صح بتفرحك وتنور وشك. مش تلاقي ناس كده وشها منور دايما، تنوري وشك. لكن لو اتعملت غلط تعمل اثار جانبيه كتيره مش حلوه كمان. حتى لو اتعملت غلط، لو كانت ناس اتعرضت لكده برضو ديت ليها عندنا حل. يعني حضرتك ممكن تصلح اللي ممكن تصلح اخطاء الاخرين زي ما بيقولوا. بتحصل كتير، يعني دايما الناس بتروح تعمل حاجه اسمها ميكرو بليدنج دلوقتي. هي حاجه شائعه دلوقتي كتير جدا الناس بتعملها، بس في ناس كتير مش بتعملها صح. برضو دوت عندنا امكانيه اللي احنا بنشيلها الاول بالليزر خالص وبعد كده بنعمل لها جديد، بس ده ما بيتعملش في نفس اليوم ويتعمل في نفس اليوم. ده لازم يتشال الاول وبعد كده نعمل على ميه بيضاء زي ما بيقولوا. يعني في مراحل للازاله. طبعا. ولازم يبقى بالها طويل علشان تاخد الشغل الكويس اللي في ناس جت قالت لي عايزين نشيل ونعمل في نفس اليوم مثلا. ده مستحيل، ده تشوه. لازم تشيلي الاول جلسه 2 3 وبعد كده نعمل على ميه بيضاء. هي كده بتعمل حاجه صح. ده بالنسبه للميكرو بليدنج. بالنسبه لتوريد الخدود، هو تقريبا انا اللي اخترعته فقط على مستوى العالم، ما حدش عمله غيري. بس كان من حوالي 7 8 سنين كده جابني الاستاذ وائل وعمل لي برنامج على الهواء، ومن بعديها الناس بدات تخترعه. بيخترعوه غلط، بيعملوه غلط. هو بجهاز التاتو، وهو ما بيتعملش بجهاز التاتو من اساسه. توريد الخدود مش بيتعمل بجهاز التاتو، نيفر. هو بيتعمل بطريقه ثانيه خالص كده. انا ما بحثتش عنها لحد النهارده، ما عرفتهاش لحد، ولكن اي حد هيعملها غلط باين معانا على الشاشه. للاسف التصليح بتاعها صعب جدا. فارجو ان الناس تهتم بجمالها، ما تعملش غير في مكان صح، واثقه فيه، تكون شفتي وهو بيعمل. انا كمان بعمل، يعني عندي على الصفحه بتاعتي اللي هيخش على الصفحه هيلاقيني بعمل لممثلات كتير. طبعا الفنانات اللي زي كده ما بتسلمش وشها لاي حد. طبعا اعمل لكذا حد يعني. فلما تغسلي وشها هو كده قمر من غير اي حاجه. الله اكبر. الله. ده بالنسبه لتوريد الخدود. بسم الله ما شاء الله ظاهر معايا على الشاشه اهو.
يعني ده توريد خدود كده. فراولايه، خدود فراولايه طبيعي، مش فيك، مش يعني ما تحسيش ان هي كمان مفتعله في الاخر. التجميل اللي يبقى معروف ان دي عامله تجميل يبقى اسمه تشويه. يعني المفروض انا لما اعمل تجميل ما يبانش، تبقى البنت اموره كده ومش باين عليها ان هي عامله حاجه. طب توريد الشفايف نفس الكلام برضو بيتم بطريقه خاصه كده، من غير الم، من غير دم، ودي مهمه جدا، من غير حقنه بنج. انا ما بديش لحد حقنه. كل التخدير عندي موضعي سبراي وكريم فقط لا غير، ونقطه الدم ما تنزلش. ده مهم. واللي هيدخل على الصفحه عندي هيشوفني وانا بعمل لايف لكذا فنانه من غير نقطه دم ولا وجع ولا اي حاجه. احنا معانا فيديو على الهوا. ده كده توريد شفايف، وكنت عامل البنوته دي كنت عاملها برضو في برنامج تاني على الهوا. يعني كنت عاملها على الهوا من غير نقطه بنج ومن غير قلم ومن غير حقنه ومن غير اي حاجه. واحنا ان شاء الله بعد كده هنعمل المراحل دي مع بعض. ما احنا كنا هنعمل على الهوا بس قالوا الوقت ضيق بتاع البرنامج فما حبيناش نجيب معانا موديل يعني. مفيش مشكله، احنا ان شاء الله الوقت معانا بعد كده. انت بس ادعيني وانا معاك يعني في الوقت. انت منورنا ومأنسنا، واحنا حابين ان احنا نفيد كل تفاحه مصريه، وده هدفنا في البرنامج. اي حد عنده اي مشكله في التجميل، كمان في ناس بتجيلي عندها لا قدر الله جرح او حرق. ايوه، ده برضو دي حاجه اسمها كاموفلاج. كاموفلاج يعني اخفاء جروح. بنجيب ماده اغمق من الجلد او افتح من الجلد حسب الجلد اللي جاي لنا شكله ايه، ونقرب الموضوع جدا للجلد اللي جنبه. يعني الجلد المشوه بيبقى لونه غامق شويه او احمر، او بنخليه لونه افتح بحيث ان احنا نخلي الجلد كله ميه واحده. اي حد عنده اي مشكله يجي لي او يبعتها لي على الصفحه. يعني اي واحده عندها جرح، عمليه وسايبه اثر، اي حاجه سواء عامله عمليه شد، وبالذات ستات كتير لما بيعملوا عمليات الشد بيبقى الجرح بالذات في البطن بيبقى من اول البطن لاخرها، وبتبقى محتاره ومش عارفه ونفسها تبقى حاجه. ليها عندي كذا حل بقى، ليها عندي رسمه تاتو جميله، ليها عندي كاموفلاج، ليها عندي يعني ليها حلول كتيره جدا على حسب شكل الجرح. احنا بنحدد الحل ايه والسعر كام، يعني ملهاش سعر معين كمان، هي بتتحدد على حسب الحاله. يعني احنا اللي على الشاشه ده اخفاء جروح صح؟ تقريبا تاتو؟ لا انا مش شايف كويس تقريبا. احنا ده اخفاء جروح. لا ده ستريتش مارك، عارفه يعني الست لما بتتخن شويه وبتخس بيبقى فيه زي فروقات في الجسم بيبان. الاستريتش مارك دي برضه بنضيعها بالفيديو زي ما انت شايفه كده. الله اكبر. لون الماده الفاتح اللي انا بحطه وبشغل عليه الجهاز، بعد كده بتفتح بتبقى لون الجلد زي لون اللي جنبه. وفي ناس بتحتاج اكتر من جلسه، وفي ناس بتتحل المشكله في نفس الجلسه. طبعا على حسب الحاله هنحدد بالظبط. مكان الولاده بيبقى عندك ستريتش مارك، مكان ما بتكوني مليانه جدا وتيجي تخسي مره واحده فالجلد بيظهر فيه ستريتش مارك. ففي تفاصيل كتير، يعني عندنا حل لكل حاجه تخطر على بالك. انا فرحانه فرحه بالفقره دي بتاعت النهارده، انتوا لا تتخيلوا، لان مفيش تفاحه ما عندهاش مشاكل. ده حقيقي. طب احنا ممكن نروح للشعر شويه، عشان انا حاسه برضو ان التفاحه قاعده عماله تقول لي الشعر يا مها، طب الشعر يا مها، طب في تفاصيل برضو. ده قوي موضوع الشعر ده. تاج المراه شعرها، تاج المراه تهتم جدا بالشعر، شعرها. وطبعا حضرتك منورنا يا استاذ ايمن، واحنا برضو عايزين نطمن التفاحه زي ما الاستاذ سامح كده طمنا وقال ان في حل لكل المشاكل الحمد لله. ما تتفجعيش، ما تتخضيش. يعني في ناس كتير قوي شعرها بيبوظ من كتر الصبغه، شعرها بيستهلكوه غلط زياده عن اللزوم. موضوع التركيبات اللي طالع دلوقتي، في ستات كتير قوي محتاره، هل اعمل دبل فيس، هل اعمل اسمه ايه كوكيز او ايوه الكريستال، هل ايه افضل حاجه؟ هي بعد ما بتخلص مع مستر سامح بقى التجميل بتاع جسمها كله بتجيلي انا تعالي لي يا بطه بقى. بس لازم دلوقتي انا اشوف شعرها هي يناسبه ايه. يعني ما ينفعش مثلا شعر خفيف اركب كوكيز او الدبل فيس يقوس ويبان منظره، بيبقى منظره وحش قوي. بيبقى ليها تكنيك تاني، ممكن نانو كريستال، ممكن الكربوني. كل واحده وليها طريقه في تركيبه شعرها. وفي حاجه بقى تانيه، في ناس كتيره مركبه شعر مش مناسب معاها، ممكن اعيد لك تدوير التركيب ده كله على نفس التركيب. يعني مش هتكلف نفسها شعر تاني. يعني احنا ممكن شعر زي ده هي جايباه حراري، ده طبيعي. يعني هي ممكن تجيبه حراري وحد يركبه لها بايظ حراري، يعني ممكن يتكوي بس بلاستيك. لا ما بيتكويش كمان، ما بيتكويش كمان. هي بتبقى اتضحك عليها مثلا. ممكن تشيل كل ده ويركب لها حاجه زي دي مش عارف الكاميرا جايباها. لا جايباه جدا، ده بسم الله ما شاء الله، ده شعر خيل. الشعر في العالم هو ده. مباين. شعر هندي طبيعي. الله اكبر. يركب بتقنيه النانو كريستال بالماس بالدايموند، زي ما انت عايزه،
ممكن نركب الشعر على حسب شعرها هي، خفيف، تقيل، قصير وعايزه تطول وتتقل بس، ولا عايزه مثلا نفس الطول بس عايزه تتقل تداري ديفوهات. في حاجات كتيره قوي للشعر، ما فيش واحده زي الثانيه. يعني طب ازاي انا اعرف اذا كان الشعر ده طبيعي؟ ازاي اعرف ان الشعر ده صناعي؟ ولا كده كده مش هعرف ومش هقدر اعرف غير لما ارجع للخبير في الموضوع ده؟ ممكن ترجع للخبير في الموضوع ده، بس احنا زبايننا بقت فاهمه كتير، مركبه مره واثنين وثلاثه، وفي ناس كتيره فاهمه، يبقى مجرد ما هتبص للشعر هتعرفه. بس اللي ما تعرفش سهل قوي ان الكوافير بتاعها يصبغ لها حته. يعني ازاي اعرف الفرق ما بين الشعر الطبيعي والشعر الصناعي؟ تصبغ خصله. الصناعي ما بيتسبخش؟ لا ما بيتسبخش. او ممكن تولع مثلا في حته شعر صغنونه كده هتتكرمش زي البلاستيك. لا اللي هي اللي الصناعي. الصناعي تتكرمش زي البلاستيك. الطبيعي طبعا بتشم ريحتها، انت بتعرفيها على طول. او تعملها كيرلي وتفكها في نفس الوقت بالبيبيليس على 240 مثلا او 220. لو اتفكت اتعمل كيرلي واتفكت في نفس الوقت ده شعر طبيعي. لكن البلاستيك ده بيبقى بيسيح على طول. بس اهم حاجه يعني ممكن تعمل ترمينال تريدمان قبل التركيب عشان شعرها ما يشبكش فيه. مركبه انضف حاجه واجمل تركيبات، بس شعرها مثلا مكسر من جوه، ده يلف على ده ما ينفعش. ويا ريت تتابعي، ركبتي تتابعي مع اللي ركب لك. المتابعه مهمه جدا. مهمه جدا. وفي طبعا اوقات ريفيل. هل كل الشعر بيحتاج ريفيل ولا في شعر ممكن ياخد مدد؟ كل واحد مدته مختلفه. كل واحد ليه مده. كل واحد يعني ليه مده. النانو كريستال ده اطول حاجه ممكن بيقعد 6 شهور. في الكوكيز شهرين. في الكربوني 4 شهور. على حسب طول شعرها هي وايه اللي مناسب بالنسبه لها. واهم حاجه الصيانه. طيب طبعا الوقت بتاعنا جري بسرعه شديده جدا، وانا كنت اتمنى ان انا اتكلم كتير وخصوصا على الشعر الاصفر، لان في ستات كتير جدا بتخاف في التركيب شعرها الاصفر يبان. فانا يعني مش قادره، بس ان شاء الله لينا لقاءات تانية هنفيد بيها التفاحه. انا بشكركم جدا. بشكر خبير التجميل الدائم الأستاذ سامح اسكندر، صاحب ومؤسس باربي بيوتي سنتر، وكمان بشكر خبير الشعر والتركيبات الأستاذ أيمن اسكندر.